لو فاكر انك سمعت روايات قبل كده استنى، اللي جاي هيغير كل حاجة. دي مش مجرد رواية، دي مغامرة هتشدك من أول سطر وهتخليك تسهر مع الأبطال لحد آخر كلمة. يلا بقى نبدأ حكاية النهاردة يا حلوين. الرواية اللي هتعجبكم أوي إن شاء الله هي بقلم الكاتبة المبدعة روضة سيد. وأحب أعرفكم معاكم فويس أوفر لوكا. ما تنسوش بقى يا أمارات قبل ما نبدأ نصلي على النبي مع بعض ونحط لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. بتبدأ قصتنا في بيت من بيوت الصعيد، وتحديدا في بيت الدمنهوري، من أكبر البيوت في الصعيد. صحيت نعيمة ودخلت غرفة مرات ابنها، وأول ما دخلت نعيمة دورت بعينيها في الأوضة وقالت: اصحي يا حلوة، بكفاية نوم. هو أني جايباك هنا عشان تنامي ولا ايه؟ قومي يلا ورانا شغل قد كده، ويلا حضري الفطار. ريحانة فتحت عينيها بالعافية، جسمها كله كان متكسر وكانت تعبانة من الحمل. حاضر يمي، طالعة أعمل الفطار 10 دقايق بس ويكون جاهز. أنا عايزة البيت ده يلمع كده النهاردة، والمطبخ ما يكونش فيه نقطة زيت، ولسه الكنيس انتي ما خلصتيش أصلا من امبارح. أنا عايزة الدار كله النهاردة يبقى فلة شمعة منورة. حاضر يمي. ريحانة قامت بسرعة وصحت بناتها، وصحي وشافوا أمهم وجدتهم قاعدة تزعق لها. ضحى همست لأختها: هي ستي كل يوم كده هتيجي تصحينا من الساعة 6؟ حبيبة قالت: لا، وكمان متعب أمي في الشغل بتاع البيت، وكمان دي خطر عليها عشان الحمل. نعيمة شدت ريحانة من دراعها وخرجت من الأوضة. والله لو شفت حاجة ناقصة يا ريحانة هخلي زايد يعرف يربيك من جديد، واوعي تفكر انك هتهربي بالحمل. دي حيالله انت حامل في بيت، يبقى لازم تتمرمط كده. حاضر يما. ودخلت ريحانة المطبخ وبدأت تحضر الفطار. ملك بنتها قالت لها: يا ماما، أنا عايزة أساعدك، انتي تعبانة وأنا عايزة أعمل معاكي. كانت ريحانة لسه هترد عليها، لكن حماتها دخلت وقالت: انتي يا بنت تعالي برا، خليها تشوف شغلها. أنا عايزة أساعد ماما يا تيتا. انتي يا بنت روحي من هنا أحسن لك، بدل ما أجيبك من شعراتك. البنات الصغيرة مكانهم مش في المطبخ، دي شغل الستات الكبار. يلا اطلعي برا ما اشوفكيش هنا تاني. جريت ملك على برا وهي بتعيط. يومك ده مش معدي النهاردة لو لقيت حاجة ناقصة. في دار الدمنهوري لازم كله يبقى واقف على رجل واحدة، ويبقى يلم بناتك، مش ناقصة هي شغل عيال فاضية. حاضر يا حماتي، وكله هيبقى جاهز زي ما تحبي يمي. وفي الوقت ده دخلت هند مرات أخو جوزها. الله يا حماتي، انت مخليها تشتغل وهي حامل، سيبيها ترتاح شوية بدل ما تتعب وتوقع البيت كله في مشاكل. مالكيش دعوة انت يا هند، أنا عارفة أنا بعمل ايه. روحي انت ارتاحي. طب يلا يا حماتي، أصل الواحد تعبان والله. يلا يا بنتي يا هند نقعد نستريح برا عقبال ما هي تحضر لنا الفطار. ووجهت كلامها لريحانة وقالت: بقولك ايه، اخلصي وجهز الفطار عشان لسه في سجاد عايز يتغسل، فهماني؟ ايوه بس ايه انت هتعترضي على كلامي ولا ايه؟ انت هنيه اللي زيك زي الشغالة، مش كفاية انك بنت البواب، لا وكمان خلفتك كلها بنات. حاضر يا حماتي. معاكي 10 دقايق من دلوقت، وان ما لقيتش الفطار قدامي على السفرة مش هتعرفي ايه اللي هيجرالك. وسابتها ومشيت هي وهند. ملك من بعيد وهي بتهمس لاختها: مش عايزة اعيش هنا يا ضحى، ماما بتتعب قوي وهم مش راحمين بيها خالص، وكل ده بسببنا. ضحى بتمسك ايد اختها: اصبر يا ملك، ماما دايما بتقول ربنا كبير وهينصفنا في الاخر، بس هم بيعذبوها كده علشان احنا 3 بنات، وكمان الرابعة جاية لسه، فهم متضايقين وبيتعبوا ماما جدا. هنعمل ايه يا ملك؟ ان شاء الله ربنا يهديهم عليها، واحنا هنحاول نساعد ماما. وفي اللحظة دي نعيمة صوتت: ريحانة الحقيني يا بنتي، بدر ابن سلفتك دلق مية عند الباب، تعالي امسحيها بسرعة يلا بدل ما حد يوقع فيها. طلعت ريحانة بسرعة على الباب ومسحت كل حاجة. ايه يا بنتي اتحرك بسرعة، مش فاضيين البطء بتاعك ده. يلا يا اختي عشان تروحي تحطي الفطار وتغسلي لي السجاد بتاعي، اصله موسخ خالص ومن زمان ما اتغسلش. وفي الوقت ده خرجت هند من اوضتها وقالت بتريقة: ايوه فكرتيني والنبي يا حماتي، خليها تغسلي السجاد بتاعنا كمان
خليها تغسلهم مع بتوعك. انت عارفة بقى ان انا عندي حساسية من التراب وكده يعني. ماشي مش مشكلة، اهي تعملهم بالمرة. سمعتي يا ريحانة ولا لسه؟ وراك السجاد والمواعين والمطبخ كله يتلمع، فاهمة؟ ريحانة حاولت ترد بالعافية. حاضر يا حماتي، كله هيبقى قدامك حالا. وبالفعل راحت ريحانة وحطت لهم الفطار، وكلوا وفطروا. بعد الفطار يلا يا ريحانة خدي السجاد اهو وروحي اغسليه. يا كل ده يا حماتي؟ ايه يا بنت كل ده هم كلياتهم 30 سجادة، بلاش فعل حريم. وعشان اني بحبك قوي خدي كمان اغسلي الستاير تبع البيت كله. بس يا حماتي ده خطر عليا وجدا كمان، خصوصا ان انا بقالي شهر واولد، وده ممكن يأثر على البيت. ما يأثر ولا يتنيل، أنا ماليش دعوة إياك تموت حتى. وبدأت ريحانة تغسل السجاد وهي تعبانة جدا. وبعد شوية كانت خلصت نصهم. جت نعيمة وفي ايديها جردل كبير مليان صابون وكبته على السجاد اللي ريحانة غسلته. ريحانة بصدمة: ايه بس اللي انت عملتيه ده يا حماتي؟ ده انا ما صدقت خلصتهم. لا يا حبيبتي انت كروتيهم، مش غسلاهم حلو. يلا بسرعة اغسليهم تاني يلا. هند قالت: بقولك ايه يا حماتي، سيب الست تريح شوية احسن يمكن تولد بدري ونخلص منها. لا دي شغلها، وبعدين هيجرالها ايه يعني؟ اني عن نفسي انها تسقط. مش كفاية يا ابني مستنيها بقى له 5 سنين عشان تجيب له الواد، وهي كل ما تحمل تجيب لنا بنت. صدقي يا حماتي معاك حق، اني ما عارفاش بس سيلفي ليه صابر عليها كل ده، واحد غيره كان زمانته اتجوز. ده انت تبوسي يدك وشي وظهري يا ريحانة انه مستحملك وصبر عليكي كل ده. ريحانة ما ردتش عليهم، وبعد حوالي 5 ساعات كانت خلصت كل حاجة وكانت تعبانة جدا. هاي يا حماتي أنا كده خلصت، ممكن أطلع أرتاح؟ لا استني هنا، أنا عايزاك تروحي تروجي شقة سلفتك عشان. ما كملتش نعيمة كلامها ولقت ريحانة واقعة على الأرض بتعب وأغمى عليها. يا لهوي، قومي يا بنت انتي، هتجيبي له مشكلة ولا ايه؟ دول ما كانوش شوية ستاير وسجاد اللي غسلتيهم. ودخلت هند بصدمة: ايه ده يا حماتي؟ ايه اللي حصل لها؟ ما عارفاشي، دي شكلها بتستعبط. بقولك ايه، روحي جيبي الداية بسرعة. حاضر يا حماتي. وبعد وقت جات الداية. شوفيها كده مالها وايه اللي حصل لها وهتحتاج تولد ولا ايه؟ الداية قالت لهم: دي شكلها تعبانة قوي، استنى كده لما اشوفها. بقولك ايه، دي هتولد، جهزولي الحاجات بسرعة. وبعد حوالي ساعة كانت الداية خلصت وولدت ريحانة. الداية ام محمد طلعت وهي بتزغرط: مبروك يا زايد بيه، بنتي زي العسل وكيف القمر ما شاء الله، ربنا يحفظها من العين. محروس اخو زايد واللي كان واقف على الباب قال بشماتة: بنت تاني، الله يكون في عونك يا اخوي، قصدي دي الرابعة. والله ما اعرفش ليه خلفتك كلياتها بناتك ده، الله دي نصيبك. وضحك محروس ومشي من غير حتى ما يبارك. نعيمة أمه اتكلمت بنفس أسلوبها وقالت: اللي خلف بنتي يشيل الهم للممات، مبروك يا ابني، تتربى في عزك هي واخواتها. يلا عن إذنكم يا ابني أنا مش فاضية. وبعدها سابتهم ومشيت بضيق. زايد حضن بنته الصغيرة والبنات حواليه: شوف أختكم زي البدر المنور ازاي، والله جميلة جدا ما شاء الله. حبيبة واللي كانت أكبرهم قالت: جميلة قوي يا بوي، زي أمي تمام، بس مش هنطمن على أمي ولا ايه؟ ضحى وهي البنت الوسطانية: هي اسمها ايه يا بوي؟ سموها قمر عشان شكلها زي القمر بجد، وتبقى اسمها على مسمى. وملك قالت: ايوه يا بابا، سميها قمر يا بابا عشان نبقى حبيبة وقمر وضحى وملك. خلاص يا بنات هسميها قمر ومفيش حد يزعل، يلا نروح نسأل على أمكم ونطمن عليها. دخلوا الأوضة على ريحانة وهي بين الصحوة والغيبوبة شايفة العيال حواليها. كان نفسي يا زايد، كان نفسي أفرحك بالواد اللي طول عمرك بتحلم بيه ويشيل اسمك، بس ربنا له حكمة، وهو البنات زينة ونعمة وفضل من ربنا. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ترى ايه اللي هيحصل في اللي جاي؟ اكتبوا لنا توقعاتكم في الكومنتات. وعايزة اقول لكم القصة لسه فيها مفاجآت كتير، فاستنونا ان شاء الله في الحلقة الجاية. ما تنسوش تحطوا لايك. سلام.